السلام عليكم. النهارده معانا تجربة جديدة ومطعم جديد. النهارده هنجرب الشاب كاظم. الشاب كاظم في كذا حد بعت لي وقال لي ان عنده سندوتشات وعنده ميكسات واسعار رخيصة جدا وفي متناول كل الناس. يعني لو انا جعان ومعايا اتنين تلاتة اصحابي ورحنا اكلنا، الاكل مش هيعمل مبلغ كبير. يعني كل واحد فينا ممكن يدفع مثلا 50 جنيه وتلاقي ان هو كل وشبع والحمد لله. النهارده انا قلت ان انا هجرب اشوف يعني عينات من الاكل. جبت سندوتشين من كل نوع. يعني هو عنده ايه؟ هو عنده ميكس حلو وعنده حلو، عنده ميكس حادق وعنده الحادق. 4 حاجات. فانا قلت اجرب، رحت جايب 2 من كل نوع. حتى انا ما نقتش، يعني انا اللي ردت عليا خليتها هي نقت لي. قلت لها انا عايز اكتر حاجه بتطلب عندكم، ايه هي الانواع، وانتي نقي لي. انا مش عايز انقي انا حاجه معينه. طيب، الاوردر طبعا لسه جاي، لسه ما فتحتوش الحاجه ايه زي ما هي. قلت ان احنا ايه نفتح الحاجه مع بعض كده ايه ونشوفها. طبعا الموضوع هيبقى شكله كبير قوي، فنعمل حسابنا. معانا اهي، نقول بسم الله كده ونطلع ايه الحاجات. تمام، ده كده اول حاجه اهي. بص بقى الشغل، بص الشغل بقى يا جماعه. طبعا احنا هنطلع كده ايه ونشوف. ربنا يسهل، عشان ايه احنا اول مره نجربه. طبعا الحاجات ايه مقفوله زي ما هي. ما شاء الله حاطين ايه متوصيين جوانتيات كتير الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، الحاجة بتاعتنا اهي. نبتدي نفتح. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بص بقى الكلام، بص الشغل بقى عامل ازاي. حاجة اللي هي متغرقة يعني غرقانة في الغرقان نفسه. حاجات بسم الله ما شاء الله يعني. طبعا محتاجين ايه نلم الحاجات دي كلها بقى، لان كده الدنيا ايه حفيظ مننا. المفروض كده انا جايب 8 حاجات. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. بص بص المنظر، بص المنظر عامل ازاي. الدنيا حطيس الدنيا حطيس عندنا كده. لا يعني الحاجة محطوطة بزيادة الزيادة. يعني الواحد مش عارف هياكلها ازاي اصلا كده. كده الواحد هيغرق فيها اصلا يعني. يا سلام. كده 3 5 كده 8 حاجات بتوعنا. طبعا يعني مش عارف والله. الدنيا يعني بجد هايصة. المنظر بصراحة يعني جميل، يفتح النفس. المنظر جميل يفتح النفس. طبعا الواحد ايه الدنيا هاصت. انا ما بحبش بقى حكايه الجوانتيات ونلبس الجلافز والكلام ده. لا، بحب الاكل كده الواحد ايه ياكل بايديه كده براحته. انا مش عارف ابتدي منين بصراحه.
مش عارف ابتدي منين، بس الدنيا هايصه بصراحه. طبعا الحاجات اللي احنا جايبينها، جايبين يعني مش عارف الاشكال والانواع الكتيره دي. نبتدي بايه؟ مش عارف الواحد يبتدي بايه بصراحه. نبتدي بحاجه مالحه حادقه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ده جامد، الميكس بتاعه جامد. هاخد المالح الاول حادق، وبعد كده هدخل على الحلو، لان الحلو بصراحه اخر بهدله. فانا هجرب الاول ده. طبعا الحشو بص زي ما احنا شايفين عامل ازاي. بص المنظر. واه، لا الحشو حلو ويشبع. الحاجات دي كلها على فكره عامله حوالي 140 جنيه بالتوصيل. 140 جنيه بالتوصيل، يعني الاكل ده ممكن اتنين تلاته يقعدوا ياكلوهم على فكره. يعني ممكن انا لو كلت واحد زي ده بس لوحدي ممكن اشبع. بسم الله الرحمن الرحيم. لا الدنيا تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بص الحشو. الحشو والطعم جامد جدا. طبعا انا مش فاضي ان انا اقعد اقرا واقول لكم ده كذا وده كذا. التشكيله على بعضها بصراحه، التشكيله كده على بعضها مش عايزه اي تعليق. يعني عايزه ان انت تاكل ما تفكرش في اي حاجه تاني. بص المنظر. بسم الله الرحمن. بصراحه كل الحاجه طعمها جميل جدا. بص المنظر. هو بس العيش يعني ايه تعليق، يعني ان العيش ايه حجمه من يعني صغير قوي. لو كان اكبر يعني سيكه كده كان هيبقى جميل. لكن هو العيش حجمه صغير قوي. بس بالنسبه طبعا للاسعار بتاعت السندوتشات حلو. طبعا الحادق والميكسات الحادق الاربعه الاربعه ما شاء الله جامدين وحلوين. طبعا هنيجي بقى للغوصه. اللغوصه الجامده يعني. لا ما ينفعش ان الواحد يدخل كده. لان الموضوع كده هيبقى ايه زياده جدا. فتعالوا بقى ايه ندخل نشوف اللغواصه دي هتبقى عامله ازاي في السندوتشات الحلوه. طبعا الحلو اهو. بص المنظر. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بجد يا جماعه، لا يعني كتير، والله العظيم كتير. بسم الله الرحمن الرحيم.
مفيش تعليق، مفيش تعليق. الحشو مش عايز ان انت تتكلم، هو عايز ان انت تطلع من ده تدخل على ده، لان مفيش وقت ان انت تتكلم بصراحة. يعني الطعم مفيش كلام، وكمية الحشو اللي موجودة يعني ما لهاش تعليق، مش هتعرف تتكلم تقول حاجة اصلا. بسم الله الرحمن الرحيم. انتاج جميل. انت بقى هعمل فيك ايه؟ هتتاكل منين؟ بص المنظر، هتتاكل منين اصلا؟ يعني دي عايز معلقه ويتاكل بيها يعني. والله يعني هنجرب كده، بس طبعا الدنيا بهدلت البهدله، بس بجد يعني لا صعب. بسم الله الرحمن. مزيكا، عارفين المزيكا يا جماعه؟ لا العظيم مزيكا اللي هي حاجه ايه، بتاخد وتدي معاك كده. ده اخر صنف طبعا في الحلو، وبرضو الموضوع عايز بقى يعني معلقه وشغل جامد، لان كده ايه، هحاول اخد كده حاجه من الجنب. بص المنظر، لا الموضوع يا جماعه والله يعني بجد التقييم بامانه. طبعا الحاجه بصوا يعني ما شاء الله المنظر عامل ازاي. المنظر يعني غير ان هو بقول لكم يفتح النفس. كميه الحشو اللي موجوده، كميه الحشو اللي موجوده كميه فجره. ده فجر يعني، اللي عامل السندوتشات ده نظام فجر بجد. الكميه بالزياده، هتاكل هتشبع. يعني لو انت لوحدك وكلت مثلا واحد حادق وواحد حلو، اتنين بس ممكن تشبع منهم. لو كلت التلاتة بالنسبة لك انت كده زي الفل. انا طبعا جايب تمانية، انا معايا حد طبعا تاني، فبالنسبة لنا كده الموضوع حلو جدا. تعالوا بقى ايه نقول لكم الاسعار، عشان الناس ايه تبقى عارفة السعر بتاعنا ايه. ماشي. ميكسات الحلو، كندر لوتس عامل 19، ودبل بلس عامل 26. ده في ميكس الحلو. الحلو بس كريمة حلاوة عامل 12، وكريمة اوريو عامل 12. ميكس الحادق عامل 18 تقريبا او 16. شيدر بسطرمة عاملة 10. ده اللي هو الحادق. ميكس الحادق عامل فاهيتا كيري بسطرمة عاملة 10. وكيري بسطرمة لانشون تركي عامل 15. التوصيل ب 15 جنيه. توتال الاوردر عامل 137 جنيه. زي ما بقول لكم تقريبا 140 جنيه. الطعم زي ما قلت لكم مفيش فيه اي كلام. بس طبعا لو عندك سكر ضغط حاجه ما تكترش من سندوتشات الحلو، لان الحلو دي سندوتشات فجره. لو انت عندك سكر او حاجه ممكن ان هي تتعبك، فخلي بالك. هتاخد حاجه على قدك، ما تكترش، نص حاجه كده صغيره لو انت مريض سكر او ضغط او اي حاجه. غير كده لو انت بقى شاب وزي الفل وبتحرق وكده، لا كل واحرق براحتك، الدنيا تمام وزي الفل جميله. حبيت اشارككم معايا في التجربه النهارده بتاعه الشاب كاظم. الاكل طبعا ما تاخرش، الاكل جالي على طول. لما اتصلت الناس ردوا عليا في رقم ما كانش شغال، وفي رقم تاني اللي هو 010.
ده كان شغال المساعده في خدمه العملاء، اللي بترد على التليفون بتساعدك وتسالك وعايز نوع ايه، يعني في كلام حلو في خدمه العملاء، بتعمل لك ارشاد النوع ده كذا، يعني بتاخد وتدي معاك ان هي تفهمك ايه الحاجه اللي مطلوبه، النوع ده احسن النوع ده اوحش. فخدمه العملاء برضو عندهم مميزه وجميله. الاوردر ما تاخرش، خد حوالي نص ساعه ووصل عندي. دي التجربه. وطبعا كل واحد بقى فيكو يدخل ويقول رايه ايه في سندوتشات الشاب كاظم. انا عارف طبعا ان في كتير جدا من اسكندريه ان هم جربوا الشاب كاظم، فاكتب لنا بقى التجربه بتاعتك، انت جربت ايه، وايه النوع اللي عجبك وايه النوع اللي ما عجبكش. وما تنساش ان انت تدخل في التعليقات تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، ونعمل شير ولايك وكومنت عشان الفيديو يوصل لكل الناس. شاب كاظم، شكرا لحسن المعامله. السلام عليكم.